السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ من النادي. النهاردة هعمل لكم وصفة جديدة خالص، اختراع جديد جدا، أول مرة أعمله، أول مرة أجربه. دي عجة الكب كيك. هوريكم بقى عملتها ازاي. دي العجة اللي احنا كلنا عارفينها وبنعملها بالطريقة العادية خالص. هوريكم بقى عملتها ازاي وطلع طعمها وشكلها زي ما انتوا شايفين كده في منتهى الجمال. اول حاجة خالص هجيب عندي الخضروات هقطعها. اول حاجة هقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين. الفلفل طبعا حسب ما انتوا بتفضلوا، حامي او بارد. وبعدين اجيب بصلة واحدة واقطعها برضو قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، ممكن تضربوها في الكبة براحتكم. وبعدين اجيب 2 من الطماطم واشيل القشره بتاعتهم واقطعهم برضو لقطع صغيره كده خالص. هوريكم ازاي. اهي برضو كده قطعت الطماطم قطع صغيره، طماطمتين مش كبار، وما تحطهاش بالقشر بتاعها، خلوها يفضل كده من غير القشر عشان تدوب كده في العجه. وبعدين اجيب جزره او نص جزره كده وابشرها زي ما انتم شايفين. وبعدين البصل على اشوحه كده في طاسه على النار زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ياخد تشويحه يصفر كده حاجه بسيطه عشان ما احطهوش وهو ني. وبعدين اجيب حوالي 4 بيضات، يعني ال4 بيضات كافيين جدا على قد الكميه اللي انا هعمل بيها في الصينيه اللي انا هستخدمها في الاخر. هوريكم انا عملتها ازاي. فضربت البيض كده مع بعض وحطيت له معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل، بس كده مش محتاجين لا. ونضربهم مع بعض كده بالشكل ده. وبعدين احط نص كوبايه من الدقيق واضربها كده زي ما انتم شايفين مع البيض. يبقى انا ضربت البيض مع شويه ملح وفلفل وضربت معاه الدقيق، نص كوبايه من الدقيق بالظبط. وبعدين احط معاهم باكت كده من البيكنج باودر. لو عندنا العلب نحط معلقه حلوه كبيره كده من البيكنج باودر معاهم. وبعدين بقى اضيف بقى الخضروات اللي انا قطعتها كلها عليهم. عايزه اقول لكم خضروات مفيده، والجزر هتدخلوه لولادكم في الاكل. وبعدين تقدروا تحطوا، عايزين تحطوا بقدونس، كزبره، شبت، اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. الخضروات اللي انتوا حابين تحطوها معاها حطوها. وبعدين بقى اجيب الصينيه بتاعت الكب كيك بتاعتنا، تمام، واحط ادهنها كده زبده او سمنه من تحت، واقوم حاطه فيها موزعه عليها الكميه كلها في الصينيه. مش لازم نستخدمها بس في الكب كيك، ممكن نعمل بيها افكار كتير جدا. فهنوزعها بالشكل ده، هتبقى محبوبه جدا بالنسبه للولاد وشكلها حلو وطعمها لذيذ. وعايزين تحطوا الورق بتاع الكب كيك حطوا فيه الكميه اللي انتوا عايزينها. وبعدين حطيت بقى شويه موتزاريلا كده فوق الوش، وما تملوهاش للاخر، يعني لحد النص كده، وتسيبوا مسافه عشان هي طبعا بتعلى، لان لو مليتوها للاخر هتخرج بره الصينيه. وحطيتها في الفرن مفيش 10 دقايق، هتلاقوها طبعا نفشت واستوت، لان البيض ما بياخدش وقت خالص. وبصوا طالعه ما شاء الله جميله، ولا لزقه ولا اي حاجه، وما حطيتش ورق الكب كيك ولا اي حاجه. انا دهنتها بس بالسمنه وحطيتها، بصوا زي ما انتم شايفين كده، ودخلتها الفرن 10 دقايق. بصوا طلعت لي عامله ازاي، طريه وجميله، والموتزاريلا فيها تحفه. وبصوا الحشوه جميله عامله ازاي. عايزه اقول لكم حلوه قوي 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 قوي، هتعجبكم جدا. وبصوا لونها ذهبي. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وعجبتكم الفكره والطريقه ولا لا. وانا بصوا طلعتها قدامكم اهي، لا لازقه ولا اي حاجه، في منتهى الجمال. وبصوا لونها ذهبي حتى من تحت ومن فوق، لان انتوا مش بتسيبوها في الفرن كتير، يعني 10 دقايق وخلاص بتطلعيها تلاقيها خلاص بدات تنفش وتطلع لفوق، مش بتحتاج لوقت في السوا. تطلعيها كلها كده، تقدميها بقى مع مكرونه، مع اي حاجه كده بشكل لذيذ. جميله جدا. ومطبخ منا النادي.